الملوخيه مش محاسبه عليه. ليه؟ لله. لا لا اتفقنا. الملوخيه اعملي واجب معانا فيها. دي هديه. كل سنه وانت طيبه. مفيش في الشمس كتير. بصوا انا عندي مشكله صغيره، هي كبيره مش صغيره بصراحه. انا بشتغل باليومين، كل يوم رزق على الله، وبنزل اشوف الدنيا فيها ايه، بروح شغلي، وكل يوم باخد رزقي اليوم بيوم. تمام؟ تمام. طيب تعالى خد اجازه، انا ما بقدرش اخد اجازات خالص. لو جيت خدت اجازه ده معناه ان انا مش هاخد فلوس خالص. فمصاريف بيتي هتتاثر، وبنسبه 90% ممكن ما نتغداش غدا يعني طبيعي، نتغدى غدا اي كلام خالص يعني. فانا نسبه ان انا اخد اجازه اصلا دي تكاد تكون معدومه. انا بقالي سنه ما خدتش اجازه. زي ما انتم شايفين الجو حر جدا جدا جدا، وانا نفسي اروح انام، بس انا رايح الشغل دلوقتي اهو. فاحنا قررنا بقى ان احنا واحنا رايحين الشغل هندي حد يوم اجازه، بس يوم اجازه وهنديله برضه اليوميه بتاعته، وهنديله الفلوس بتاعته. يعني هياخد يوم اجازه ويروح زي ما احنا نفسنا نروح، يقعد مع عياله، وفي نفس الوقت المرتب بتاعه ماشي والدخل بتاعه ماشي. واحنا في طريقنا لفتت نظرنا الست اللي زي القمر دي، ما شاء الله عليها بجد، ربنا يديها الصحه، نشيطه جدا ووشها فيه قبول غير طبيعي رغم بساطتها. بس انا شايف ان هي ب 100 راجل، واقفه في عز الشمس ومن صباحيه ربنا عشان تاكل عيش بالحلال، بتقابل كل الناس بضحكه حلوه وراضيه بحالها وبظروفها. انا بس عايز اوضح لكم حاجه يا رب تتقبلوها. في ناس كتير هتعترض وتقول ليه بتصوروا الخير اللي بتعملوه. هرد عليكم رد بسيط هيفهمكم وجهه نظرنا. جرب كده او جربي تقلبي على السوشيال ميديا، اذا كان فيسبوك او تيك توك او انستجرام، قلبوا في الفيديوهات وشوفوا نوعيه المحتوى اللي هيظهر لكم وهيظهر لعيالكم. 90% من الفيديوهات دي عكس اخلاقنا وعكس ديننا، ومستحيل اي اب او ام يكونوا راضيين ان عيالهم يشوفوا حاجات زي دي. واحنا كصناع محتوى مش في ايدينا نمنع المحتوى الوحش ده، بس في ايدينا نعمل عكسه. فبصراحه ده اللي احنا هنعمله. بصوا هي طنط اللي انا صورت العربيه بتاعتها، هي العربيه اهي، اعمل زوم عليها كده. بس هي مشيت دخلت الحاره وما رجعتش، بقى لها بتاع دقيقه كده مختفيه. فانا مستني ان هي ترجع تاني المكان بتاعها، ويا رب تقبل بس ان هي تتصور معانا، يعني يا رب تقبل ان هي ترضى تتصور يعني. ويا مسهل. السلام عليكم. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. دي خضره صح كده؟ طيب انا في ملوخيه، انا عايز ملوخيه. حلوه الملوخيه دي. ماشي. ايه بتبيع ايه تاني؟ طيب في عندك تاني؟ تمام. كرات ده بيعملوا بايه الكرات ده؟ دي عايز تغمس بيه العيش ماشي، عايز تحطه على الطعميه ماشي. لا والله. تحت طعميه حلو يعني الكرات ده؟ جميل، ده بيعمل دايت كمان. ما شاء الله. طب ينفع اطلب منك طلب؟ نعم. واحنا ينفع نصور معاكي؟ تحت امرك. طب انت عارفه احنا بنصور الاول؟ طب الملوخيه دي شفتي وشنا حلو عليك؟ ايوه يعني زي حلقه كده. تمام. احنا عمال باليوميه، بنشتغل في شركه خدمات. على خلاص. دماغي. فانا عايز اديكي يوميه النهارده اجازه تروحي البيت. ربنا يخليك. هتاخد الخضار ينفع؟ كله؟ هاخد كله. هتاخد الخضار مني كله؟ هتظبطيني في السعر اللي انت عايزه. يعني اكسبي برضو. اللي انت عايزه. ماشي. اللي انت عايزه. انت عندك ايه طيب كده غير الخضره؟ طب ينفع بس الاول تحطي المايك ده ايه؟ في الطرحه. بصي هتحطي دي جوه ودي بره. ايوه 100 100 كده خلاص بقيتي مذيعه. ماشي. ماشي. انت اصلا بتروحي الساعه بس كام؟ المهم بس ما يكونش فيها ضرر. لا والله لا والله مفيش ماشي. ضرر خالص. ماشي. طب ينفع اخليه يقرب شويه بالكاميرا؟ ماشي خليك. ماشي. بصوا احنا اتفقنا مع ماما دلوقتي ان احنا هنشتري كل حاجه معاها. احنا مش عارفين يعني، احنا جينا فجاه كده. تمام. فهي معاها. انت حضرتك معاكي ايه؟ معايا كرات، معايا جرجير، معايا تشكيله محشي، معايا بطاطا، معايا طماطم، ملوخيه. هنشتري كله اللي انت بس عايزه. في شرط. تمام. هنوزع كل ده لله يعني، اي حد معدي احنا هنطلعه للناس اللي ماشي. محتاجه. وانا ساعد معاكم كمان. ماشي. ماشي كتر خيرك. ماشي. ماشي. ماشي يا استاذ. خلاص احنا دلوقتي هنوزن كل اللي موجود او هنعد الحاجه تمام. ولو انت عارفاهم مثلا دول بقى قد كذا قولي لنا لا عادي. هعدي لك لان انا بحت منها حاجه اللي منزله منها بحتها الصبح. كتر خير. ماشي. مش هتاخد على عماك كده. ماشي. انت اصلا بتروحي الساعه كام؟ انا بروح حوالي 5 يعني 5 بعد العصر. وبتيجي الساعه كام؟ باجي الساعه 6 يعني 11 ساعه شغل عشان انزل الخضره. ربنا يصلح حالك. اخد بالك من الحر اليومين دول عامل ازاي؟ الجو صعب جدا. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. اللهم امين. ربنا يرحمنا يا رب. خلاص هنشوف احنا كده بقى الملوخيه دي قد ايه. هنوزنها لك. حاضر. كده في حد هيتغدى من عندك النهارده ملوخيه؟ على دماغي من فوق. الله يخليك. على دماغي. ماشي يلا بينا نشوف قد ايه. هعد لك الخضره. كله هاتي كله يعني، اي حاجه على العربيه. هتاخد الطماطم؟ احنا عايزينك تروحي. خلاص. اهم حاجه تروحي. خلاص ماشي. والله يكتر خيركم. الله يصلح حالك يا رب. ربنا يديكم الصحه يا رب.
اديتكوش افهمك الغرض ايه من الفيديو. بصي انا بشتغل باليوميه. تمام. كويس. فانا نفسي اخد اجازه ومش عارف، لان انا لو اخدت اجازه ممكن بيتي يتاثر. صح. والمصروف مش هيبقى. ايوه. فهمت قصدي؟ تمام. فانا ببقى عايز يعني نفسي اخد اجازه قوي ومش عارف. والله العظيم من سمع. والله انا رخر. بالك قد ايه ما خدتش اجازه؟ لو قلت لك انا معيده هنا في القاهره وما روحتش بلدي مش هتصدقني. ان شاء الله. والله العظيم ما روحت ولا عيب كبير ولا عيب صغير. هو فعلا دي مشكله ان انت تبقى شغال. الناس يعني الناس الغلابه اللي زي حالتنا. ربنا يستر حالك. الناس اللي على دراعها. فانت عشان تاخد يوم اجازه ده بيأثر في مصروفك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ايوه لما يبقى مثلا داخل في جمعيه وعايز اخر الشهر تنساه. بالظبط هو ده بالظبط اللي انا عايز اقوله. فاهمني؟ فاحنا الغرض ان احنا تروحي. خلاص يعني انا نفسي النهارده تروحي كده في البيت تقعدي في التراوح. ربنا يجازيك خير. الله يخليك. ربنا يجازيك خير. ماشي. بس ماشي. وفي نفس الوقت انت بعتي حاجتك، يعني احنا مش هنعمل حاجه بدون مقابل. احنا اشترينا حاجتك منك. وبرضه انت كمان عملتي خير يعني. وانا هساهم معاك برضك للناس اللي هتوزع لهم الخير برضه. كتر خير. هسيب برضك جزء. كتر خير. طالما انت رحمتني من الحر بتاعي النهارده. ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحه. حطها في شنو؟ بصي احنا عايزين نعملهم اكنهم وجبات. يعني تمام. كل كيس كده عشان ندي الفرد. ماشي. فهمتيني؟ ماشي ربنا يجازيك خير. يا رب اللهم امين. خلاص من كل حاجه بقى حاجه. يعني هنعمل كام كيسه كده. تمام. واللي انت شايفاه برضه انا هساعدك في التعبئه. ماشي. كتر خير. المهم هتروحي ان شاء الله. ده انت كده رحمتني النهارده اهو. رحمتني. ربنا يصلح حالك. انا عندي عيل رجليه وجع عايز اروح اعمل له كمادات والله. والله بياخد علاج طبيعي وحياه. يا رب تروحي كل يوم بدري. ربنا يخليك. يا رب. ربنا يخليكوا يا رب. ماشي. مش كتير بقى عشان ايه؟ ماشي. انا هحط مثلا 7 8 طماطميات. تمام. وزع. اهم حاجه يعني كل كيس يبقى حلو كده، اللي يمسكه يحس ان هو حلو. وحط في نفس كيس البطاطا. ماشي. صح؟ يعني اقسم البطاطا على الكيس. حط بقى ايه؟ انا هحط لك طماطم وانت حط البطاطا. ماشي. اول واحده بطاطا. ايوه فاكر. تيجي اعمل وزع على كيس. ماشي خليك. هو قد ايه؟ مش ماشي زي الفل اهي. حلو. لا حلو. واخده اهي. وعملوا اكياس كتير كمان. بتاع 15 كيلو. اتفضلي يا ماما. معلش. عايزه ايه؟ فيها كل حاجه، بطاطا وطماطم وجرجير وكل حاجه. ماشي يا ماما كتر خيرك. الله يصلح حالك. عشان بصي قولي اللي انت عايزاه. في ناس مطلعاه لاهل الله. انت عايزاه. خدت الخضره كلها مني وهتاخديهم من غير حاجه كمان. ماشي. لا والله ما هو فعلا. والله ما لا والله. والله ما هتدفعي حاجه. هم مطلعينها لله. مش هتدفعي. والله ما هتدفعي. خدوا ازاي؟ انا ابنك عادي. انا ابنك والله. هم خدوا. والله ابنك. يا ست كلنا غلاء يا ستي. خلاص هو عايز معاك. لا والله. انا ماشي خلاص. ماشي. كتر خيرك. الله يصلح حالك. كتر خيرك. كلك ذوق. ربنا يبارك لك. والله انت محترم وذوق. الله يخليك. والله العظيم ربنا يجازيك خير. الله يجازيك خير يا رب. على كلك فين؟ هيقعوا كده ولا ايه؟ ماشي. تمام؟ ماشي. ايوه يا رب. ايوه يا رب. حلو كده؟ ناقصكم حاجه ثانيه؟ 100 100. ربنا يكرمكم. انت ناقصك حاجه ثانيه؟ انا ربنا يكرمكم على مروح النهارده من الحر دي. ربنا يصلح حالك يا رب. الله يكرمكم. جزاكم خلاص خير. كده صح؟ الملوخيه مش محاسبه عليه. ليه؟ لله. لا اتفقنا. الملوخيه اعملي واجب معانا فيها. ما الملوخيه خلاص. اعملي واجب. لا الملوخيه انا من عندك. لا كتير. لا خلاص. كتير والله. لا الملوخيه اغلى حاجه. لا والله الملوخيه خلاص. انتوا ما بتطلعوا ماشي. لله. ما هو برضه ما هو كده كتير. لا مش كتير. مش كتير على اللي انتوا بتعملوه لله. ما انتوا بتاخدوا اهوت وبتوزعوا في الحر اهو. الله يصلح حالك. بس. ماشي. ورحمتوني انا كمان النهارده من الوقت. كتر خيرك. الله يصلح حالك. ازي حضرتك؟ اتفضلي. دي هديه. كل سنه وانت طيبه. مفيش في الشمس كتير. هديه. والله هديه فعلا اهو. كل سنه وانت طيبين. طب ما اديك واحده هديه. قال لهم يعملوا سلطه للناس. دي هديه ليك. حطها في الثلاجه وانت مروح خدها لماما. مانجا 3 جنيه. مانجا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. دي هديه صغيره كده. كل سنه وانت طيبه. الله يصلح حالك. ماشي مش مشكله. خدي بكلمة.
دول هديه هديه هديه. خلص. دول بقى في بنات كتير قوي شغالين معانا في الشركه، فاحنا هنعينهم ليهم ولما يرجعوا من الشغل ياخدوه.